السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف الخامس، يا رب إن شاء الله تكونوا بخير. معادنا إن شاء الله مع درس جديد، تقريب الكسور العشرية. درس التقريب ده كنا خدناه قبل كده في سنة رابعة، بس كان مع الأعداد الصحيحة. هناخده المرة دي مع مع الكسور العشرية. أول حاجة لازم نعرفها، في أرقام بخيلة وأرقام كريمة. الأرقام البخيلة دي ما بتزودش حاجة، والأرقام الكريمة بتزود واحد. الأرقام البخيلة من 0 ل4، الأرقام الكريمة من 5 ل9. لما يقول الأقرب جزء من 10، أول حاجة أعملها أحدد الخانة اللي هو بيقول لي عليها. بيقول الأقرب جزء من 10، يبقى خانة الجزء من 10. مين هنا اللي في خانة الجزء من 10؟ والله يا مستر اللي في خانة الجزء من 10 التلاتة. يبقى نحدد كده، نعلم على التلاتة في خانة الجزء من من 10. نسأل اللي قبليها، الرقم اللي على يمينها دايما بنسأل اللي على يمينها. مين اللي على يمينها؟ الخمسة. الخمسة دي من الأرقام الكريمة ولا الأرقام البخيلة؟ والله يا مستر ده من الأرقام الكريمة. يبقى هتزود التلاتة واحد. لما تزود التلاتة واحد تبقى كام؟ تبقى 4. كل اللي على اليمين طالما كسور عشرية ما بينزلش، بيختفي. طب واللي على الشمال بينزل زي ما هو. يعني الخمسة دي المفروض ان انا اكتب مكانها صفر، بس صفر على اليمين في الاجزاء العشرية ملهوش قيمة فمش هكتبه، واللي على الشمال بيتكتب زي ما هو. هنزل العلامة والاتنين، يبقى العدد ده 2.35 لأقرب جزء من 10، يبقى 2.4. سؤال كمان بيقول لي 25 و26 برضو الأقرب جزء من 10. نحدد خانة الجزء من 10 اللي هي الاتنين، ونسأل اللي قبليها هل هو بخيل ولا كريم. مين اللي قبليها؟ اللي قبلها اللي على يمينها اللي هي الستة. الستة كريمة ولا بخيلة؟ والله يا مستر الستة كريمة. يعني هتزود الاتنين كام؟ واحد. يبقى الاتنين نخليها 3. كل اللي على اليمين ما بينزلش طالما في الكسور العشرية، واللي على الشمال بينزل زي ما هو. يعني الستة خلاص مش هنزلها. طب واللي على الشمال يتكتب زي ما هو، العلامة وال25. سؤال كمان 52%، عايز أقربه لأقرب جزء من 10. مين اللي في خانة الجزء من 10؟ والله يا مستر الخمسة. مين اللي قبليها؟ طبعا مفيش غير الاتنين. اللي على يمينها دايما بسأل اللي على يمينها. الاتنين والله دي من الأرقام البخيلة، يبقى مش هتزودنا حاجة. يبقى الخمسة تنزل زي ما هي. اتفقنا اللي على اليمين ما بيتكتبش طالما في الكسور العشرية، عشان لو في الأرقام الصحيحة بننزل مكان، لازم ننزل الصفر. هنا الاتنين زودتنا هتبقى صفر، فقلنا عشان في الكسور العشرية ملهاش قيمة فمش هنكتبها طالما على اليمين. واللي على الشمال زي ما هو، نزل علامة والصفر بتاع الأحاد، يبقى 5/10. واللي 5.2. مين اللي في الجزء من 10 يا ولاد؟ الصفر. الاتنين هتزودوا حاجة؟ لا مش هتزودوا حاجة، مصر ده من الأرقام البخيلة. المفروض الصفر ينزل زي ما هو. وطبعا اللي على اليمين ما بتكتبش، واللي على الشمال يتكتب زي ما هو. نزل العلامة والخمسة. بس احنا قلنا الصفر على اليمين في الأجزاء العشرية ملهوش لازمة، فالصفر هنا يا ولاد ملهوش قيمة، يبقى أنا هضطر أشطب عليه. يبقى أنا ما عنديش غير مين؟ ما عنديش غير الخمسة. طب لما يقول لي يا ولاد لأقرب جزء من 100، يبقى أحدد خانة الجزء من 100 الأول. هنا مين اللي في خانة الجزء من 100؟ والله يا أخي أدي جزء من 10 جزء من 100، يبقى الخمسة هي اللي في الجزء من 100. هعلم عليها. اتفقنا بقى هنسأل اللي على اليمين، اللي قبليها اللي هو على اليمين. مين اللي قبليها؟ والله الستة من 1000، يبقى نسأل الستة. الستة بخيلة ولا كريمة؟ والله يا مستر ده الستة كريمة. يعني هتزود الخمسة كام؟ واحد. تخلي الخمسة كام؟ الخمسة لما تزيد واحد تبقى 6. ادي كتبنا الخمسة لما زادت واحد بقت 6. اللي على اليمين ما بتكتبش، يعني الستة دي مش هكتبها، سواء زودت او ما زودتش مش هكتبها. واللي على الشمال بينزل زي ما هو، يعني انزل التلاتة والعلامة والاتنين. السؤال اللي بعده بيقول له 548 من 1000 لأقرب جزء من 100 برضه. مين اللي في خانة الجزء من 100؟ والله يا مستر اللي في خانة الجزء من 100 الأربعة. نسأل اللي قبليها اللي على يمينها التمانية. 8 كريمة ولا بخيلة؟ والله ده التمانية كريمة. يبقى تزود واحد، تخلي الأربعة كام؟ الأربعة تزيد واحد تبقى 5. طب واللي على اليمين اتفقنا خلاص ما بتكتبش، يعني التمانية مش هكتبها. اللي على الشمال زي ما هو، اكتب الخمسة دي العلامة الصفر، يبقى 55 من 100. بيقول لي 35 و24 من 1000.
نحدد برضو الأقرب جزء من 100. نحدد اللي في خانة الجزء من 100 اللي هي الاتنين. نسأل اللي على يمينها الأربعة تزودها حاجة؟ لا والله، ده الأربعة من الأرقام البخيلة، يبقى مش هتزود الاتنين حاجة، يبقى الاتنين تنزل زي ما هي. اللي على اليمين قلنا ما بتكتبش، اللي على الشمال زي ما هو الصفر، العلامة 35. بيقول لي 265 على 1000 هي 265 من 1000. مين اللي في خانة الجزء من 100؟ الستة. تسأل اللي قبليها اللي هي الخمسة تزودها حاجة؟ أقول له مثلا ده الخمسة من الأرقام الكريمة، يبقى تزود الستة واحد تخليها كام؟ تخليها 7. واللي على اليمين قلنا ما بتكتبش، اللي على الشمال زي ايه ما هو. انزل الاتنين، ما خلاص بقى انا عايز اكتبها من 1000. المفروض ان الصفر هنا، ما في صفر هنا بس مش هكتبه. تبقى الأقرب جزء من 100 27 ايه من 100. ما هو لما يقول الأقرب جزء من 100 يبقى خلاص عايز احول الكسر ده يخليه لايه؟ لأقرب جزء، اللي يخليه لحد الجزء من 100. جزء من 10 يخليه برضو لحد خانة الجزء من ايه؟ من 10. فالأجزاء اللي بعد كده ما بكتبهاش. بقول له أقرب جزء من 1000، أحدد خانة الجزء من 1000. هنا مثلا من اللي في خانة الجزء من 1000، والله الخمسة في خانة الجزء من 1000. تسأل الرقم اللي على يمينها اللي قبليها التسعة، هتزودها حاجة؟ ده 9 من الأرقام الكريمة، بتزود الخمسة كام؟ واحد تخليها 6. اللي على اليمين قلنا ما بتكتبش، اللي على الشمال زي ما هو. خلصت المسألة. السؤال اللي بعده بيقول لي 3682 جزء من 10000. دي مش مكررة عليكم 10000 دي. نسأل الرقم مين اللي في خانة الجزء من 1000؟ التمانية. تسأل اللي قبليها الاتنين هتزودها حاجة؟ لا، ده الاتنين من الأرقام البخيلة مش هتزود التمانية حاجة، بقى التمانية تنزل زي ما هي. الاتنين دي مش هكتبها، اللي على اليمين ما بكتبوش، اللي على الشمال زي ما هو. انزل الستة والتلاتة والعلامة والصفر. بقول الأقرب جزء من 1000، يعني عايز يحول الكسر ده كله يخليه لإيه؟ لحد خانة الجزء من 1000. السؤال اللي بعده مين اللي في خانة الجزء من 1000 هنا؟ والله الستة. اللي قبليها اللي هي السبعة، هتزودها حاجة؟ السبعة من الأرقام الكريمة، يبقى تزود الستة كام؟ واحد تخليها كام؟ 7. اللي على اليمين ما بتكتبش، اللي على الشمال زي ما هو. السؤال اللي بعده مين اللي في خانة الجزء من 1000؟ الستة. تسأل الرقم اللي قبليها الواحد، هيزودها حاجة؟ لا، الواحد ده بخيل مش هيزود حاجة، بس الستة تنزل ايه؟ زي ما هي. واللي على اليمين ما بتكتبش، واللي على الشمال ايه؟ زي ما هو. السؤال اللي بعده بيقول الكسر 325 من 1000 مقرب الأقرب ايه؟ الكسر ده احنا قربناه هنا، بس عايزين نعرف بقى احنا قربنا الأقرب ايه؟ والله من اللي اتغير، والله مصر الاتنين كانت في الجزء من 100 كانت 2 بقت 3، يبقى احنا قربنا الأقرب جزء من ايه؟ من 100. وهو الأقرب جزء من 100. السؤال اللي بعده بيقول العدد العشري، نفس السؤال برضو. العدد العشري ده 2 و56 مقرب الأقرب ايه؟ تعالى كده نشوف العدد العشري ده بقى كام. ده بقى 3، يبقى احنا قربنا لايه؟ لأقرب عدد صحيح، لأن العدد الصحيح هو اللي اتغير. الاتنين اهي بقت 3، قربنا لأقرب عدد صحيح. الخمسة زودت الاتنين واحد، فالاتنين بقت 3. وده طبعا اللي على اليمين قصور ما بتتكتبش، الأجزاء العشرية ما بتتكتبش، يبقى احنا قربنا لأقرب ايه؟ عدد صحيح. ودول يا أولاد أسئلة امتحانات سابقة هنحلها مع بعض، فممكن الأحسن إن أنت متتفرجش على الجزء ده من الفيديو، تحل دول الأول وترجع تتفرج على الفيديو. السؤال الأول بيقوله تقريب العدد العشري 53 و45 جزء من 100 لأقرب جزء من 10. يبقى أنا هحدد خانة الجزء من 10 اللي هي مين؟ الأربعة. ونسأل الرقم اللي قبليها اللي هو على يمينها الخمسة. الخمسة دي من الأرقام البخيلة ولا من الأرقام الكريمة؟ لا والله مصر ده من الأرقام الكريمة، يعني نزود الأربعة كام؟ واحد تخلي الأربعة كام؟ 5. يبقى قلنا الخمسة هتنزل، يبقى الأربعة هتبقى 5. قلنا اللي على اليمين ما بتكتبش، واللي على الشمال ايه؟ زي ما هو، زي العلامة 53. السؤال اللي بعده بيقوله تقريب العدد العشري 3 و652 جزء من 1000 لأقرب نقط هو 3 و65 جزء من 100. احنا كده قربنا لأقرب ايه؟ مين الخانة اللي اتشالت؟ خانة الجزء من 1000 هي اللي اتشالت، يبقى احنا قربنا لإيه؟ لأقرب جزء من 100. حتى الخمسة نزلت زي ما هي
عشان الاتنين ايه ما زودتهاش حاجة، وده نقول الأقرب ايه جزء من 100. السؤال التالت بيقول لي 52.2 لأقرب عدد صحيح. يقول لك لأقرب عدد صحيح أو لأقرب وحدة، يبقى عايز خانة الأحاد. مين اللي في الأحاد هنا؟ والله يا مستر الاتنين اللي في الأحاد. تسأل اللي قبليها اللي هو على يمينها الاتنين هتزودها حاجة؟ لأ، فدي الاتنين دي هتنزل زي ما هي. قلنا اللي على الشمال زي ما هو واللي على اليمين ايه ما بتكتبش، يعني العلامة مش هكتبها هي والاتنين، واللي على الشمال اللي هو الخمسة هروح ايه منزلها. السؤال الرابع بيقول لي 7.268 جزء من 1000 لأقرب جزء من 100. مين اللي في خانة الجزء من 100؟ الستة. اللي قبليها التمانية اللي على يمينها هتزودها حاجة؟ لا مش هتزودها واحد. تخليها كام؟ تخليها 7. اللي على اليمين ما بتكتبش، هي الستة زادت بقت 7. اللي على اليمين ما بتكتبش واللي على الشمال زي ما هو، يبقى التمانية مش هكتبها واللي على الشمال هنزله ايه زي ما هو. سؤال رقم 5 بيقول لي عدد الأجزاء من 10 في العدد 3.6. خلينا نتفق يا أولاد إن الواحد الصحيح لو سألنا عن عدد الأجزاء من 10 فيه يبقى فيه 10 أجزاء. طب لو سألنا عن عدد الأجزاء من 100 اللي فيه يبقى 100 جزء. طب كام جزء من 1000 في الواحد الصحيح؟ يبقى 1000 جزء. هنا بيسألني عن عدد الأجزاء من 10 في العدد ده. والله الواحد الصحيح بس ب10 أجزاء، أنا معايا 3 يبقى الطبيعي بكام؟ ب30 جزء، ومعاه كمان 6 أجزاء فكة يبقى 36 إيه جزء. 36 جزء. أنا ممكن أقول لك لما أقول لك جزء من 10 حرك العلامة حركة يمين، بس أنا عايزك تبقى فاهم. سؤال رقم 6 5.32 جزء من 100 في 100. الدرس ده احنا خدناه قبل كده بتاع تغيير القيمة المكانية. قلنا في الضرب بنحرك العلامة يمين، في القسمة بنحرك العلامة ايه شمال. بنحرك العلامة بعدد الأصفار. أنا هنا بضرب يبقى أنا طبيعي هحرك العلامة يمين. هحركها كام حركة؟ أنت بتضرب في 100 يعني صفرين، يعني تحرك العلامة ايه حركتين يمين. فالعلامة تتحرك ادي حركة من فوق التلاتة، وحركة كمان من فوق الاتنين تقف بعد الاتنين. ادي العلامة وادي الاتنين والتلاتة والخمسة. بس العلامة هنا على اليمين ومفيش على يمينها أرقام يبقى تتمسح. يبقى الناتج بتاعها كام؟ 532. السؤال رقم 7 هنا اسمة، في الاسمة بنحرك العلامة شمال. حركة كم حركة؟ حركة واحدة عشان أنا بقسم على 10. لما تتحرك شمال تعدي من فوق مين؟ تقف بعد التلاتة هنا كده. ادي العلامة وادي التلاتة وادي الاتنين وادي الخمسة. العلامة بقى لما تقف على الشمال ومفيش على شمالها أرقام أروح حاطط لها صفر ما بمسحهاش. يبقى الناتج كام؟ 325 جزء من 1000. السؤال رقم 8 2.4 لأقرب وحدة. لأقرب وحدة يبقى الأقرب عدد صحيح. مين العدد الصحيح هنا؟ الاتنين أو الأحاد. لأقرب وحدة يبقى الأحاد. قلنا الاتنين. تسأل اللي قبليها الأربعة تزودها حاجة؟ لأ، ده الأربعة بخيلة يبقى مش هتزود الاتنين حاجة، يبقى الاتنين تنزل ايه زي ما هي. وقلنا اللي على اليمين ما بتكتبش، يعني العلامة 4/10 مش هكتبها. يبقى الناتج بتاعها كام؟ 2 بس. رقم 9 بقول له قيمة الرقم 6 في العدد ده. الستة هنا فين؟ والله الستة في الجزء من 100. قيمتها كام؟ 6 من 100. يبقى اكتب له 6 من 100. ما اكتبهاش جزء 6 جزء من 100 بالعربي، لا اكتب له 6 من 100. سؤال رقم 10 بيقول لي 8 أجزاء من 10 بتساوي نقط أجزاء من 100. 8 أجزاء من 10 عايز يحولها لأجزاء من 100، بتزود لها ايه؟ صفر. تبقى كام؟ تبقى 80 جزء من 100. سؤال رقم 11 بقول لي الكسر ده الأقرب جزء من 1000. مين اللي في خانة الجزء من 1000؟ الستة. تسأل اللي قبليها التلاتة دي هتزودها حاجة؟ لأ، ده التلاتة بخيلة مش هتزودها، يبقى الستة تنزل زي ما هي. اللي على اليمين ما بتكتبش واللي على الشمال زي ما هو. نزل الخمسة الاتنين والعلامة والصفر. السؤال ده احنا محلناهوش، اللي هو 97 جزء من 100. عايز أقرب لأقرب جزء من 10. مين اللي في خانة الجزء من 10؟ التسعة. السبعة تزودها حاجة؟ والله يا مستر السبعة هتخليها 10. طب أنا ينفع أكتب 10 في خانة الجزء من 10؟ لأ. هكتب ايه؟ هكتب صفر والواحد يروح فين؟ على العدد الصحيح. المفروض احط العلامة واحط الواحد هنا، واحنا قلنا العلامة وعلى يمينها صفر ما بتتكتبش. يبقى الكسر ده الأقرب جزء من 10 يبقى كام؟ يبقى 1 صحيح. ده الواجب بتاعكم يا ولاد. ان شاء الله الحصة اللي جاية قبل ما نبدأ الدرس هروح حالين ايه الواجب ده مع بعض.
كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.